للأسف النهارده صدمة لكل جمهور نادي الزمالك، وهي بخصوص إيقاف قيد عاشر لنادي الزمالك. للأسف إيقاف قيد عاشر لنادي الزمالك بتاريخ 23 يناير، النهارده الجمعة. الزمالك بيتعرض لعقوبة إيقاف قيد، كده 10 قضايا إيقاف قيد. للأسف 3 قضايا منهم لحد ما حضرتك تدفع القيد يترفع، يعني 3 قضايا لحد ما القيد يترفع، و 4 قضايا لحد ما القيد يترفع، و6 قضايا 3 فترات قيد لازم تقضيهم. انا عارف ان القيد واقف بقاله فترة، ولكن انت قضايا فوق قضايا فوق قضايا. يعني احنا اتكلمنا قبل كده يا صديقي العزيز وقلنا ان في قضايا بتيجي على الزمالك مهما تدفع لازم تقضي العقوبة، وفي قضايا اول ما بتدفع القيد بيترفع من عليك عادي. يمكن ده السبب اللي خلاني رحت قلت للناس اللي هي بتطلع تتكلم تقول الزمالك هيرفع القيد وهيعمل صفقات وهيخلي، قلت لكم يا رجاله ما فيش صفقات. الزمالك يعني لا حول له ولا قوه. احنا حاليا كلنا متخوفين ان للاسف الزمالك اتعرض لعقوبه تأديبيه، وبجد اقسم بالله انا بتمنى ان الزمالك يتعرض لعقوبه تأديبيه. انا بتمنى ان الزمالك يهبطوا له الدرجه الثانيه، صدقوني والله، عشان خاطر هبوط الزمالك للدرجه الثانيه معناه وقوع الدوري المصري، معناه وقوع الانديه الكبيره بقى، او اي انديه بتفكر او نفسها ان الزمالك يتدمر. وزير الشباب والرياضه يتعاقب ويتحاسب لانه سايب شويه الخونه والمرتزقه والمرتشيين اللي جوه نادي الزمالك اللي هم سبب وقوع نادي الزمالك. والناس دي تيجي تعالوا ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ايه اللي انتوا وصلتوا نادي الزمالك له ده؟ ايه القرف ده؟ فعشان كده يعني انا بقول لك انا متخوف ان الزمالك يتعرض لعقوبه تأديبيه. وبالمناسبه حصل كلام في الامر ده ان للاسف ممكن ان الزمالك يتعرض لعقوبه تأديبيه ويهبط للدرجه الثانيه. انا نفسي الناس دي تيجي يا جماعه ويتحاسبوا. تعالى يا باشا قول لي، انا عاوز بس افهم منك حاجه واحده. انت ايه كم القضايا اللي عليك ده واللي انت حطيت نادي الزمالك في ده واللي انت وصلت نادي الزمالك له ده، رغم ان انت خدت غرامة كهرباء، رغم ان انت خدت 780 مليون جنيه من ارض اكتوبر، رجعت منها 500 للمستثمرين، ولكن الباقي فين؟ 800 مليون خدتهم دعم من ممدوح عباس. مش هنتكلم ونقول ان دول تبع دوله وبتاع فمش هيتحاسبوا عليهم، ولكن انا بعرفكم الفلوس اللي دخلت النادي او اللي دخلت المجلس ده. فين فلوس الرعايه والبث؟ فين فلوس العضويات والاشتراكات؟ فين فلوس الكونفدراليه؟ فين فلوس السوبر الافريقي؟ فين يا جماعه الكلام ده كله؟ فين اللي كل يوم والتاني؟ وفين القروض اللي انتوا عملتوها؟ فين القروض اللي اتعملت؟ فلوس راحت فين اللي كل يوم والتاني حسين السيد اتبرع بمبلغ مالي كذا وبياخده، هشام نصر اتبرع بمبلغ وياخده. انا عايز اعرف الفلوس راحت فين. نفسي يجيبوهم من قفاهم كده ويقولوا لهم تعالوا. واحد زي صلاح الدين مصدق اللي كان جاي له عرض من الوداد بدايه الموسم كنت هتستفاد منه، ما بعتوش ولا اديته مستحقاته ولا شاركته ولا رديت عليه ولا عبرته، وفسخ عقده وهياخد منك فلوسه، ونادي عاوز فلوسه، وقضايا جديده على نادي الزمالك في الفيفا، وفي النهايه راح للوداد مجانا. تعالى، هو ده مش اهدار مال عام؟ عبد الحميد معالي نفس النظام. تعالى، في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ المجلس ده اكتر مجلس خد دعم، اكتر مجلس جه في تاريخ نادي الزمالك خد دعم من الكل، مننا ومن الجمهور، من الاعلام، من الدوله، من اعضاء الجمعيه العموميه،
من النادي الاهلي نفسه، خد دعم من الكل. ولكن للاسف اقذر مجلس جه في تاريخ نادي الزمالك. ازاي الزمالك يوصل ومحدش يقول اصل مفيش فلوس، محدش يقول اصل احنا خدنا النادي مديون، محدش يقول بصوا يا باشا، انتوا جايين وعارفين ان في 1 2 3 وقلتوا احنا هناخد النادي المغتصب وهنرجعه لحضن ولاده، وعارفين الازمات وعارفين المشاكل وعارفين وهنعمل وهنحل صندوق دعم رجال الاعمال ومش عارف مين، وهنحافظ على القوام الاساسي وهنعمل وهنكلم وهنسوي. قلتوا الكلام ده. ايه اللي انتوا عملتوه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه غير انكم وقعتوا نادي الزمالك.